السلام عليكم. النهاردة معانا قضية ابن الفنان أحمد رزق من أولها، ونعرف ايه اللي حصل بالظبط ووصل الموضوع لإيه. ابن أحمد رزق كان ماشي في الكومباوند بتاعه اللي هو في الشيخ زايد على سكوتر، ومعاه واحد صاحبه زي بيتسابقوا أو ماشيين، ولكن كانوا ماشيين في اتجاه عكسي. وهم ماشيين جت عربية عامل الدليفري اللي كان رايح يوصل طلبات، مش في مفيش في دماغه أي حاجة، ولكن السكوتر بتاع ابن الفنان أحمد عز طبعا خبطه وخبطة جامدة ووقع على الأرض، وراح على المستشفى على الفور، وكان عنده ارتجاج وكدمات وحاجات كتير في جسمه، وكان في غيبوبة تامة. فضل كده فترة، وكان في الوقت ده الفنان أحمد رزق تعهد ان هو هيقوم بعلاجه من كل شيء، وان هو ادى اهله تعويض كويس علشان خاطر اللي حصل لابنهم. ولكن اهل الولد كانوا منتظرين ان الفنان احمد رزق يركز معاهم شوية ويطمن عليه من فترة تانية ويهتم بحالة علاء. ولكن كان رد فعل احمد رزق ان هو كان مخلي رجل الاعمال بتاعه او مدير اعماله مجرد ان هو يطمن عليه ويدفع من وقت كبير للتاني، ويدفع فلوس المستشفى اللي كان بيساومهم عليها، ويقعد يكلمهم ويفاصل فيها حسب ما قال اهل علاء. ولكن كانت النتيجة سبحان الله ان بعد فترة علاء الله يرحمه اتوفى، وده طبعا خلى اهل علاء كانوا في حالة صعبة جدا، وكانوا منهارين، وكانوا قالوا ان احنا مش هنسيب حق ابننا، وان احنا لازم هناخد حقه بعد ما كانت الامور بالنسبة لهم اهدى وعندهم امل ان ابنهم يقوم منها. ولكن باللي حصل ده، وخصوصا ان علاء كان هو كمان اللي بيعول اهله، وكان هو الابن البار بيهم، كان هو اللي بيساعد ابوه وامه واخوه الصغير، فكان بالنسبة لهم يعني هو العيلة كلها. وكمان لما حصل له اللي حصل ده على ايد ابن الفنان احمد رزق، باباه انهار جدا وتعب ودخل المستشفى، فكان بالنسبة لهم ان هو كان ولهم ولين. فاللي عمله ابن الفنان احمد رزق، واللي كان فاكر ان هو خلاص بدفع التعويض، وان هو لما خرج من النيابة بعد ما دفع كفالة ان الموضوع انتهى، لا بدأ تاني. لما علاء اتوفى الله يرحمه بدأت القضية تتفتح تاني، وبدأت تاخد شكل تاني خالص. هنشوف ايه اللي هيحصل، والقضاء العادل بتاعنا هيقول ايه في القضية دي، واحنا منتظرين ونعرف ايه اللي هيحصل في القضية، ونوديكم بالاخبار اول باول. لغاية كده الفيديو بتاعنا خلص. يا ريت لو عجبكم الفيديو متنسوش تحطوا اللايك، ويا ريت تشتركوا في القناة. اللي بيسمعني اول مرة او اللي بيسمعني ومشتركش، يا ريت تشتركوا عشان القناة تكبر بيكم ومعاكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.